عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معايا من بين الخضر اللي كيمكننا نحضروا بهم الكيك. اليوم إن شاء الله نحضروا الكيكة بالقرعة الخضراء اللي صراحة كتجي لذيذة بزاف، والطريقة اللي تشوفوا معايا سهلة وبسيطة، بالمقادير أيضا اللي هما ساهلين وبساط، واللي كيمكننا نحضروا هذا الكيك بشكل يومي لأنه ساهل، وأيضا كيمكننا نحتفظوا به في المجمد كيبقى مزيان. دابا نخليكم مع طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير اللي نحتاجو، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الحليب العادي، عندي هنايا 80 غرام ديال الزبدة طرية، عندي هنا 190 غرام ديال السكر السنيدة، وهنا عندي 250 غرام ديال الكوسة أولا القرعة الخضراء، عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، عندي هنايا 30 غرام ديال الزبيب، وعندي 3 ديال البيضات. هنا عندي 2 خنيشات ديال خميرة الحلوى اللي المجموع ديالهم 16 غرام، وعندي 7 غرام ديال السكر فاني اللي كيمكنكم تعوضوه بالنكهة الفاني. هادو هما المقادير والمكونات، ودابا نمروا لطريقة التحضير. وهنايا اول حاجه كناخذ الحكاكه من جهه رقيقه، وكناخذ القرعه ديالنا اولا الكوسه. هنا من بعد ما كنكونوا غسلناها ونقيناها وعبرنا القياس اللي هو 250 غرام. هنا كنحكوها مزيان في جهه رقيقه، وكيف كنعرفوا فهي كيكون فيها واحد النسبه كبيره ديال الماء. هنا ضروري اننا كنعصروها مزيان لان حنا نستعملوها في الكيك، ما خصناش تجينا كيكه ديالنا فازكه من الداخل، يعني ضروري خصنا نعصروها مزيان. وهنايا في الإناء آخر أو في الخلاط الكهربائي كنضيف هنايا عندي الزبدة الطرية، يعني من الأحسن تكون من النوعية الجيدة هدا باش كتجينا الكيكة المذاق ديالها مزيان. القياس اللي هو 80 غرام. عندي هنايا ضفت عليها خنيشة ديال السكر فاني أولا 7 غرام، كنضيف عليها واحد شوية ديال الملحة، وكنضيف 190 غرام ديال السكر سنيدة. وهنايا كنطربهم مزيان حتى كيتخلط ليا السكر مع الزبدة. ودابا من بعد ما خلطنا السكر مع الزبده مزيان، هنايا كنضيفوا البيض ديالنا. هنا كيف قلنا في الاول عندنا 3 ديال البيضات، هنا كنضيف وحده بوحده وانا كنطرب، يعني ما كنوقفش من التطرب، وكنبقى نضيف بيضه وحده وكنطرب يعني حتى كتخلط مزيان، وكنضيف البيضه الثانيه، وهيدا حتى كنكمل القياس ديالي اللي هو 3 ديال البيضات. ودابا كنضيف الحليب اللي هو قياس ديال 2 معالق كبار، وكنضيف الزبيب. بالنسبه للزبيب فانا عندي مرطب في الماء من قبل وخليته الصراحه انا هيدا صحيح، كيمكن لكم هيدا تقطعوه ظريفات او يمكن لكم تخليوه صحيح. وكنضيفو للخليط وكنخلط غير واحد شويه. وهنا من بعد ما كنكونوا خلطنا كلشي مزيان، هنايا في الاخير كنضيفوا الكميه ديال الدقيق اللي عندنا اللي هي 250 غرام ديال الدقيق الابيض اللي كيكون خاص بالحلويات واللي سبق لي وغربلته من قبل. هنا كنضيفو على الخليط، ومن بعد كنضيف خنيشه ديال خميره الحلوى اللي هي المجموع ديالها 16 غرام. هنا ضروري كنغربلوا الخميره ديالنا مزيان لان كنعرفوها يعني بالاخص دابا كيكون هذا الوقت بارد، فهي كتبقى يعني تعمل ديك الكويرات هكا صغارين، فضروري كنغربلوها مزيان. انا من بعد ما كنضيف الخميره والدقيق فكنخلطوا الكيك ديالنا بالسباتولا، كنخلطوه مزيان من الفوق من التحت. وهنا من بعد ما كنكونوا خلطنا كلشي مزيان، هنايا في الاخير كنضيف القرعه الخضراء اللي سبقينا وحكيناها وعصرناها من الماء مزيان اللي كان القياس ديالها 250 غرام. كنضيفوها على الخليط ديال الكيك وكنخلطو مزيان حتى كينسجم كلشي. ودابا كناخد المول ديالي اللي غنطيب فيه الكيك. انا كيمكن لكم تاخدوا اي مول عندكم. هنايا بعد ما دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيتو بشويه ديال الدقيق، انا مباشره كنخويو الخليط ديال الكيك وكندخلوه للفران بعد ما كنكونوا سخناه من قبل على درجه الحراره 180 درجه، وكنخليو الكيكه ديالنا حتى كطيب وكتحمر مزيان، من بعد كنخرجوها.
هي بالنسبة للكيكة ديالنا من بعد ما طابت مزيان كتجي بهذا الشكل هذا، هنا ضروري كنراقبوها، يعني كتكون ناشفة من الداخل مزيان، فكنخرجوها وكنقلبها أنا هنايا مباشرة كنقلبها بالطبسيل ديال التقديم، هيدا باش كتقلب لي بكل سهولة من المول ديالها وكتجي على هذا الشكل هذا. وهنايا كنخليو الكيكة ديالنا حتى كتبرد، هنايا غنوجدو لاصوص ديالنا اللي غنزينو بها الكيكة وهذه كتبقى اختيارية بالنسبة للتزيين. أول حاجة عندي هنايا الشوكولات الأبيض العادي، هنايا من بعد ما دوزتو بالطريقة ديال الحمام مائي حتى كيدوب. بالنسبة للقياس فعندنا 200 غرام ديال الشوكولات الأبيض، هنا كنضيف عليه واحد الياغورت بالمذاق ديال الفاني. هنا من بعد ما كنضيفو كنخلط مزيان حتى كينسجم لي داك الياغورت مع الشوكولات. هنا إذا بغيتو تستعملو أي نكهة كيمكن لكم تستعملوها أولا كتخليوها هيدا فقط بالنكهة ديال الفاني ديال الياغورت. هنا كنخلط مزيان حتى كيذوب ليا ديك الياغورت مع الشوكولات، وبالنسبة للشوكولات راه مازال عندي سخون واحد شوية. هي بعد ما كتكون بردات لينا الكيكة ديالنا مزيان، هنايا كناخدو لاصوص ديالنا اللي سبق لينا وجدناها اللي هي لاصوص ديال الياغورت وكنسقيو بها الكيكة ديالنا مزيان. وهنايا كنقطع معكم واحد الطريف ديال الكيك باش تشوفوه كيفاش كتجي من الداخل. الصراحه كتجي واحد الكيكه اللي كتجي خفيفه ولذيذه بزاف. الطريقه اللي شفتو معايا طريقه سهله بسيطه بالنسبه للتزيين كيف قلت لكم، فكتستعملوا التزيين اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لهاد لاصوص هادي فهي كتجي الكيكه كتجي شارباها مزيان وكتجي يعني فيها واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقة اليوم، وإذا عجبتكم الحلقة ما تنساوش تعملوا الإعجاب وأيضا تبارطاجوا الفيديوهات ديالنا مع الأصدقاء ديالكم باش كتعم الفائدة إن شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، والسلام عليكم.